من هون رح نبلش ومن هون رح نطلع. واو عن جد. أنا ما كنت عم صدق المشروع اللي عم تحكي عنه، بس هلأ واضح إنه كل شي جدي. هذا حلمي يارا، حلمي اللي مستحيل ينمزح فيه، حلمي اللي اخترتك انت تكوني فيه. وأنا معك لو شو ما صار. ايمت رح نبلش؟ شوفت عينك، المواد الأولية اللي موجودة ما بتكفي، بس ما تاكلي هم، رح أمن. رح نصنع الحب أنا وأنت؟ طبعا، بس مو لحالنا، رح يلزمنا ورشة تشتغل معنا وموزعين كمان يكونوا قد الحمل. شكراً كثير على الصباح الحلو. وانت شكرا كثير لك على كل شيء، على ذوقك ولطفك ورجولتك وشهامتك. بقدر استعير موبايلك شوي موبايلي انا؟ اذا ما في مانع. لا طبعا، تفضل. هي رقم صار عندك، فيكي تحكي معي امتى ما حبيتي. اوكي، شكرا كثير لك. مع السلامة. في شيء مشوش ومو واضح ابدا بالنسبه لموضوع الحبوب. طيب وصلت لاي دليل بيقول انه هي الحبوب عم تنشغل هون؟ احتمال كبير انه عم تنشغل هون، بس ما في ولا دليل مادي واحد يثبت هذا الحكي. اذا في احتمال كبير انها عم تنشغل هون بدي اعرف كيف وشلون ومين بيساعد بتصنيع هاي الماده. بدي تركز على هذا الموضوع، بتترك كل شيء من ايدك وبتركز لي على هاي القصه، مفهوم؟ تمام. وبالنسبه لموضوع الحدود، موضوع الحدود بسم الله. حصل لك شيء؟ منيح انت؟ بسم الله، شكرا لك. يعني دكتورة بصير منيحة؟ طبعا بتصيري، مجرد ما تطلع السموم من جسمك بتصيري، بس لحتى تطلع لازم تكون إرادتك أقوى من مفعول الحب. موجودة دكتورة، كوني واثقة من هالشي. أنا واثقة وكتير كمان. لو ما إرادتك قوية ما كنتي إجيتي لعندي ولحالك بدون ما حدا يطلب منك. أنا بدي طيب، بدي يطلع هالسم من جسمي، ما بدي يكون عبدة للمخدرات ولا ليلي عم يعطيني المخدرات. يلي عم يعطيك المخدرات؟ إذا بدك أنا فيني ساعدك بهذا الموضوع كمان. بكير، خطوة خطوة، لازم طيب من التعاطي بالأول. لكن خلينا نأجل هذا الموضوع، المهم هلأ إنك تصيري منيحة وتطيبي. تمام، شكرا دكتورة. ولو هذا واجبي. أكيد الشيء اللي عم يصير هون مو بس المكافحة رح تلحقنا عليه. مو بس المكافحة، لكن مين كمان؟ الكبار يلي مفكرين حالهم كبار، يعني أكيد ما رح يسمحوا لنا نقاسمهم رزقا، فلهيك الحذر واجب. فهمت عليك، وأنا بقدر ساعد بشاب يتولى التوزيع. الشاب صار جاهز وتوزعت عليه مهامه.
كمال؟ يا راف، شو؟ ولا شي، بس حاسستك مو على بعضك. لا ما في شيء، بس ضغط الشغل مو أكتر من هيك. كمال؟ ما في شي؟ هلا انت كمال اللي بعرفه، انت كمال اللي ضحكته ما بتفارقه. عم حس انك دائما شارد، وحتى وانت بالبيت مانك معي. عم قلك ضغط الشغل، لساتني كمال اللي بتعرفيه. انت بدك ولد، وانا كمان. ما بتخيل قديش حابه اكون ام. شوف ابني عم يلعب واسمع ضحكته، شوف عم يكبر قدام عيوني. وشو كمان؟ رهف أنا ما تغيرت، أنا لساتني مثل ما أنا. طالما فتحتي الموضوع كملي، قولي شو اللي بيمنع يكون عنا ولد؟ ولا شي بيمنع، بس شو؟ قولي. بس أنت ما بدك، وبس تعرفي بس شو، ساعتها مستعد اسمعك، وكيف ما بدك وإمتى ما بدك. ريم، ملاحظة انك متغيرة كتير؟ أنا يلي لازم أقول لك هذا الحكي، مو أنت. أنت يلي متغير وما عدت عرفان يلي بعرفه. أنا؟ بس لأنه ما بدي أوقف الشغل؟ ومين قالك إنه رح نوقف الشغل؟ كلها يومين وراجعين نشتغل شغل جديد، ما فيه أي نوع من نوع الترويج. رح نكون معبر للتوصيل وبس. هيك بده الآغا. وشو ما بده الآغا بنعمل؟ بظن ناقشنا هذا الموضوع أكثر من مرة أنا وياك، ما في داعي نرجع نفتحه. أوكي، مثل ما بدك. يعني شو بيهمك بنوع الشغل إذا كانت حمولتك هي؟ أنت وين وأنا وين؟ ما عاد همني المصاري، كل همي هلأ موقعنا وحجمنا بالشغل. إيه، وبرأيك شو لازم نعمل يعني؟ قلت لك وأنت ما اقتنعتي. بظن قصة المصنع انتهينا منها، يا ريت تنساها لهي السيرة ولا بقى تفتحها أبداً. أنا فتحت المصنع وبلش ينتج. معناتها الآغا عرفان بكل شيء عم يشتغله، مشان هيك على الطالعة والنازلة عم يسمعني كلام مشان حضرتك. الآغا بيعرف إني عم بشتغل، بس شو طبيعة الشغل أكيد ما بيعرف. ليليان، يا بتكوني معي يا بتكوني معه. شو هالمسخرة يعني؟ هي تاني مرة بتعيدها للكلمة. بدي اياك تفهم انه نحن بنشتغل عنده للآغا مو معه. من امتى انت هيك؟ شو من امتى انا هيك؟ شبني صغيرة وما عندك طموح. شبك عرفان؟ هلا ما عاد تعرف تصبر؟ الآغا سندنا وسلاحنا، ما بدنا اياه يضيع من بين ايدينا. هذا الكلام ما عاد يفيد. أنا بلشت شغل وعندي مواد وعم أنتج. ليليان، كوني معي وخلينا نعمل شغلنا الخاص اللي بنحلم فيه. عرفان، ما بدي نكسب عداوة الآغا، ما فينا هلا نفوت بمواجهة معه، أعدائنا كتار. بس أنا متأكد إنك ما رح تتخلي عني. مجنون أنت؟ شلون بدي أتخلى عنك وأنت الهوى يلي عم بتنفسه؟ أنا بدي إياك بس تدير بالك على حالك. بعرف إنك قوي وذكي، بس بدي إياك تكون حذر وصبور. لسه في وقت. كل التعليمات والتوصيات عم تتنفذ بحذافيرها، والعملية ماشية مثل ما هو مرسوم تماما. بأي وقت نحن قادرين نستوعب الموضوع، والشحنة قد ما كانت كبيرة تتوزع. سلام.
الو. كيفك أمل، منيحة؟ تمام، انت منيحة؟ مو كتير. خير؟ في شي بدي أحكي معك، أنا حابة أمرق لعندك على العيادة. اوكي، انا بالعيادة ناطرتك، لا تتأخري. طيب اليوم بجي لعندك، باي. مع السلامة. دكتورة، المواد كلها صارت بالمستودع وتخزنت مثل العادة. أي ما في مشكلة، تأكدتي منها كلها؟ هي شيء أكيد، مثل العادة تأكدت منها كلها. خلص أنا هلا بنزل على المستودع وبشيك عليها بنفسي. ايه بس في شغلة دكتورة، هلا من شان مسكنات المورفين يلي طلبتيهم امبارح لازم تعطيني الوصفات مشان اقدر ارفقهم بالجداول، لأنه خبرني أمين المستودع إنه طلع في نقص فيهم. هلا أنا بنزل بشيك عليهم بنفسي وبرفقهم، ما تاكلي هم. طيب مثل ما بدك. اوكي، يعطيك العافية. شكرا لك دكتور، شكرا على كل شيء عم تعملوه معنا. لا ولو انا ما عملت الا واجبي. المهم خلصتوا اجراءات الخروج؟ طبعا اليوم رح نطالعوا على البيت. الله يعطيكم العافيه. بس دكتور مشان موضوع المورفين لا تاكل هم، موجودين. قدرت أأمن لك إياهم بوصفات جانبية. شكرا لك دكتور، هذا الفضل ما رح انسى لك اياه. لا فضل ولا شيء، بس أنا لازم كنت خبرك من قبل لأنه هدول الوصفات سعرهم أغلى. لا تاكل هم، بكره بكسبك على الغداء ونصفي الامور اذا ما عندك مشكله. شو عليك؟ تكرم عيونك، أنا بيهمني إنه بهالفترة تديروا بالكم على الوالد، هو عم بيمر بمرحلة عصيبة وما سهلة أبدا، وأنت بالذات لازم تكون قوي. ان شاء الله دكتور، شكرا لك كثير. أهلا وسهلا، إن شاء الله معافى. تفضل. كيف الشغل؟ انت كأنه عم تشاطر علي، يعني ما بتعرف اني انا واقف كل شيء، مو هيك بدك؟ كان هيك بدي، بس هلا كل شيء واقف رح يرجع يدور. ها؟ هذا الكلام. طيب وايمت رح نبلش؟ بهاليومين تتواصل معك يارا مشان تبلش بالشغل، وهي بتشرح لك على كل شيء. ومين هي يارا؟ التواصل بيني وبينك حيكون عن طريقها وبس. اوكي؟ رح تضلي ساكتة وما عم تحكي؟ رهف، قلت لك مالي متضايقة من وجودك، بس انت قلتي لي انك بدك تقولي لي شيء. صراحة أنا عم حاول، بس ما عم بقدر بطل. حاسة حالي بدي أرجع. شو مصدر إحساسك؟ ما بعرف، أنا بدي بطل، بدي أرجع لحياتي، بدي أرجع لبيتي، بس رح اكتب لك على إبر نالوكسين تاخديه مرة كل 3 أيام. هاي الإبر بتخفف مفعول طلب جسمك للترامادول. يعني ما عاد حس بالألم؟ بخففه كتير، بس أهم شيء تلتزمي إنك تاخدي الترامادول بالجرعة اللي قلت لك إياها وبالوقت المحدد. غير هيك
رح يكون علاج مجرد تعب لإلي ولإلك. عم تفهمي؟ ومنين عم تجيب البضاعة؟ خبرتك سيدي، أنا ما بعرف غير عزه، هو بيجيب لي البضاعة وأنا بوزعها على المدارس. كيف بدنا نلاقي هذا اللي اسمه عزو؟ هو بالعادة سيدي كل يومين ثلاثة بيمرق لعندي على البيت، بيعطيني بضاعة وبياخد حقها. أيوة. حلك الوحيد اللي لاقي عزه، وإذا ما لقيته بتعرف شو رح يصير فيك، ما؟ بعرف سيدي، بس والله أنا كل شيء بعرفه حكيته. يا ابني خدوا على النظارة. حاضر سيدي. قول لوالي جهز لي الدورية. أهلين يا سومر. لساتك عم تعرف تدير بالك على حالك منيح. إذا ما كنت هيك ما بكون رماح. عنا شغل كتير، بدي اياك تفتح عينيك معي منيح. انت ما اجيتني غير لأن الموضوع كتير كبير، اكبر مما بتتصور. شو المطلوب؟ سومر؟ زماننا غلطنا ووسخنا كتير، هلا صار لازم ننظف وسخنا. مننظف؟ منرد الدين. الدين عند ابن الأصل ماله دين. شوفك رداد.
لساتك مثل ما بعرفك. وانت ما بطلت عادة مراقبة الناس؟ عادي قديمة وما بطلتها. شو اللي جد؟ بدي اياكي تجي على هذا العنوان. وليش متأكد اني رح اجي؟ رح تجي. ايه رايك شو في؟ ولا شي حبيبي، عم اطمن عليك. صارت الساعة 11 وما خبرتني. معك حق بس الوقت ما. الو 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 كمال. عندك اتحرك. خير شباب؟ ولا كلمة. اهلين يا عزو. بكره بتسلمي اول دفعه من البضاعه لسمير. الشخص اللي خبرتني عنه؟ وبتخلي علاقتك كتير رسميه معه. صار. البنات اللي رح يشتغلوا هون ايمت رح يبلشوا؟ بس يصير وقتهم. وايمت بيصير وقتهم؟ ملاحظة إنه كترانة أسئلتك؟ ايه مبلا ملاحظة، بس ما تفكر هذا من باب الفضول أبداً. هذا حرص مني على الشغل اللي حابته يكبر كتير، وأنا متأكدة إنه رح يكبر. شو عم تعملي؟ شو عم تعملي؟ أهلين معتز. ما كنت حابب ازعجك بس حبيت اطمن عليكي. أنا كتير منيحة، أنت كيفك؟ ما بعرف اذا من حقي اسال بس اليوم انت بالبيت ولا سهرانه بشي محل؟ بصراحة أنا ما بحب السهر. هديك المرة لما شفتك كانت صدفة. بعتذر مرة تانية على السؤال. لا ولا يهمك. ليش أنت سهران اليوم؟ يمكن الصدفة الحلوة كانت انه انا يوميها كمان كنت سهران بالصدفة. أوف، معقول هالصدفة شو حلوة؟ حقك ما تصدقي بس عن جد انا ما بحب السهر. لا الله يسامحك، ليش شو حكينا؟ أنا عن جد عم بحكي، ما عم بمزح. مو مشكلة، المهم اني حبيت اطمن عليكي. يا ترى فينا نحكي مرة تانية ولا هذا الشي فيه ازعاج؟ لا أكيد ما في إزعاج، حاكيني إمتى ما بدك. تسلمي. تصبح على خير. تلاقي الخير. احترامي سيدي. خير. الموقوف عزو سيدي. شو بو عزو؟ موجوع كتير سيدي.
والمستوصف قالوا لنا انه لازم ننقله على المشفى لان يمكن معه حالة تسمم. حالة تسمم؟ من شو؟ والله ما بعرف يا سيدي، شو بتأمرني سيدي؟ نقلوه على المشفى، بس خلي عينك عليه، بدي حراسة مشددة 24 على 24، عم تفهم؟ حاضر سيدي، احترامي. رح يصير عنا نقص بالأنفيتامين ورح نضطر نوقف. ما رح نوقف أبدا. الشحنة على وصول، رح تكفينا شهر بحاله. رح تكون مواد ممتازة، رح نخفف الفعالية بالحبوب، فلهيك رح يزيد الإنتاج. أوكي؟ شهر واحد ما بكفي، لازم تفكر بمصدر دائم. إيه شوي شوي. المهم هلأ تضل التجارب ماشية، مو بس كبتيجون. لازم نروح لشي جديد لنوصل للعالم كله. عم تسمعيني؟ هذا تطور خطير يا حيان. انخفاض السعر معناتها انه المصدر محلي، يعني عم بوفروا السفر والرشاوي والتهريب وكل هي القصص. نحن عم ندور بمكان الغلط، عم ندور عن التهريب الخارجي والوحش صار بيناتنا. مزبوط. مواد تصنيع الكبتيجون هي مواد طبية ومتوفرة بالأسواق، وسهل كتير يتم تصنيعه بورشات صغيرة. هذا الشيء بيأكد كلامك. مشان هيك بدي اياك تاخذها على المخبر، بتحلل كل موادها، تعرف لي موادها الأولية ومين بحق له يجيب هي المواد. حاضر سيدي.
أهلين عماد، كيفك؟ تمام، مثل العادة بالمستشفى من الصبح. كنت متوقع تتصل فيني الصبح. انشغلت كتير بالمستشفى، وبيني وبينك تقصدت انه اتأخرت لحالي، بركي بنلتقي المسا بشي مكان وبنحكي براحتنا. والله ما بعرف شو بدي اقول لك، يعني أنا حابة أطلع بس صعب شوي. ايه بس يعني إذا بدك بتدبريها. طب دقيقة وبرجع لك. ايه الو، اي خلص فيني اجي. شفتي؟ ليك دبرتيها. سلام. سلام. هاي. ريهام، تشرفنا. رماح، أنا رداد. ما كنت متأكد إنك رح تجي. انت بتعرف كتير منيح اني ما فيني ما اجي.